هتاخدوا معاكم احمد عادل لدبي لو حصل تمام. اي اصابه لا قدر الله، هيكون احمد عادل هو يعني هيخش مكان اللي يتعور لو في اصابه لا قدر الله. تمام. تحت كلمة طبعا لما الدوري توقف عشان ارتباط المنتخب، كل الانديه خدت اجازه، اختار اكتر من لاعب في كذا مركز، فمن ضمنها حراسه المرمى، واخدين حارس مرمى زياده. ايوه. بس احنا طبعا لو حصل عند الاختيار بتصفيهم لثلاثه، وده اللي حصل النهارده، اخترنا ثلاث حراس. لكن طبعا طبيعه المركز واهميته، انت عندك حوالي 20 لعيب غير الثلاثه في المرمى، فتقدر تظبط امورك في اللاعبين يعني. لكن بالنسبه لحراسه المرمى تبدا تفكر تجيب حارس ثاني، وممكن يكون راحه سلبيه، فعشان كده صممنا احنا كجهاز من اول يوم، لو افتكر اخترنا ان احنا هيكون معانا 4 حراس، والحارس الرابع يقعد لاخر دقيقه حتى الصفا اللي هنقولها. تمام. باي ظروف ممكن تتعرض لها طبعا لحساسيه المركز، بحيث ان هو قدر الله حارس جرى له حاجه، يبقى الحارس على طول الرابع موجود معانا. وانت عارف ان الاستبدال في الاصابات قبل بدايه البطوله شيء ممكن يعني. كابتن احمد عادل كان اتعور اعتقد في ماتش الانتاج الحربي، هل هو بيتمرن بصوره سليمه مع المنتخب؟ مفيش اي مشاكل يعني بتمنعه ان هو يتدرب كل التدريبات؟ كان عنده مشكله في مناخيره، كان خد كدمه قويه في لقاء الانتاج الحربي. لا، احمد عادل طبعا قعد اول يومين حاطط تثبيت على مناخيره، وكان في حشو جوه اتشال، لكن كان بيجري وبيأدي كل التدريبات كويس جدا ومفيش اي شيء. وطبعا احمد عادل من النادي الاهلي انتظم في حارس مرمى وثبت حارس مرمى بنسبه كبيره جدا. وواحد زي احمد عادل لعب فوق 30 مباراه دوليه مع منتخبات الشباب في منتخب مصر مع كابتن اسماعيل يوسف، والنهارده ثبت دور كامل مع النادي الاهلي، خد خبرات كبيره وسنه صغير، فطبعا احنا عاملين تواصل اجيال، فقلنا النهارده اضافه. والنهارده احمد عادل كمان بياخد خبره مع المنتخب مصر، مع اللاعبين، مع حراس مرمى قدام زي عصام وعبد الواحد. طيب كابتن احمد سليمان، انا معايا الاسماء 23 اسم، حضرتك طبعا عارفهم وانتوا اللي اخترتوهم، لكن هل كان بالنسبه لك في مفاجاه في استبعاد بعض اللاعبين، 8 لاعبين؟ يعني احنا كاعلاميين وكجماهير معايا في كوره اف ام الرسائل، في ناس زعلانه جدا ان احمد حسام ميدو مش موجود، حازم امام، في ناس زعلانه ان شريف عبد الفضيل مش موجود، وليد سليمان، احمد سمير فرج. انتوا فكرتوا في الموضوع ازاي؟ ده شيء طبيعي. احنا طبعا في اختيارات بعض المراكز، انت عارف انت داخل على بطوله مجمعه، فالبطوله المجمعه انت ممكن لازم يكون عندك لعيبه عنده الميونه في بعض المراكز، يعني زي احمد فتحي يقدر يلعب مساك، يلعب باك رايت، يلعب في نص الملعب ديفندر. ففي عندك بعض اللعيبه ممكن بتقدر تشكل فيها، فانت لان ممكن تتعرض لبعض الطرد، لبعض الاصابات، فممكن يكون عندك اكتر من لاعب يلعب في اكتر من مركز، عشان يبقى عندك فيه مرونه في اختيارات اللعيبه اثناء المباراه والتغييرات. وطبعا ده شيء وارد، في الاخر كنت بتختار لعيبه وبتساعد لعيبه، يعني في اللي كان بيقول احنا موجودين ال 23 اخترناهم دول كانوا يستحقوا، اللي بره ده برضه يستحقوا. لعيبه مميزه جدا. فحتى لو عدلنا ودخلنا الثمانيه هنا او التسعه هنا وخرجنا 8، ده شيء وارد، لكن طبعا احنا بينا احتياجات ثانيه وفكر ثاني احنا كجهاز، وعلى المستوى البعيد وعلى البطوله وايه البدائل واللي يقدر يجهز. ده ما بيقللش طبعا من اي لعيب استبعد الفتره في هذا اي اسماء هتستبعد هيبقى في كلام. طبعا ده شيء يعني، ده اللي انا عايز اقوله يعني. النهارده ممكن انا خدت محمود ابو السعود، في ناس لك احمد عادل، كنت احمد عادل يقول لك ده لسه كويس، تيجي احمد عادل تسيب محمود ابو السعود لسه كان معاه مؤدي ماتشات جدا وامكانياته كويسه، يعني كل حاجه ليها طبعا رد فعل، ده شيء وارد. لكن طبعا في الاخر احنا بنبص لمصلحه منتخب مصر، والحمد في تفاهم جدا مع اللعيبه، وعملنا اجتماعات في الفتره الماضيه، واللعيبه متفهمه، وشغلك بعد معلنه الاسماء كل اللعيبه اللي مش موجودين معانا اتصلوا بالجهاز كله، ونتمنى نكون موجودين وبالتوفيق للجهاز، ودي روح اللعيبه المصريين يعني، ودي نوعيه اللعيبه اللي احنا كمان بنختارها يعني. مين اللي اتصل بالجهاز؟ لا، حصل حوار مع ميدو، وحصل حوار مع احمد سمير فرج، مع كذا لعيب يعني، ده اللي كان قدامي. على العموم كابتن احمد سليمان، يا رب بالتوفيق في الفتره اللي جايه. عايز اقول لك دبي الدنيا الجو اخباره ايه؟ اجيب لبس عامل ازاي؟ نظام بقى بين كده وكده بقى، يعني الجو زي مصر يعني قريب من النهار مصر؟ صيف وبالليل شتاء. طيب ناخد شتوي وصيفي. من ده على ده يعني. ماشي كابتن احمد سليمان، ان شاء الله ان شاء الله مدرب حراس مرمى منتخب مصر، يا رب بالتوفيق ليكوا دايما في البطوله اللي جايه.